الحمد لله خلص الماتش على خير. مش هقول الاهلي وبتروجيت، هقول الاهلي والبرازيل. بتروجيت عامل في ماتش جامد قوي قوي وتعب الاهلي، والحمد لله الماتش خلص بالثلاث نقط للاهلي. ما اقدرش اقول طبعا حاجه للكابتن عماد النحاس. الكابتن عماد النحاس راجل لسه اول ماتش، بس ده نقول ايه، ما زرع كولر نجنيه نحن الان يعني. ماتش صعب. كانوا هيتعادلوا في الدقيقه 93 تقريبا، والحمد لله ربنا ستر وطلعنا بالثلاث نقط. بس اللي عايز اقوله في الماتش ده ان في لعيبه بصراحه اثبتت ان هي ما مش بتاعت الاهلي. هم لعيبه كويسه وخامه كويسه بس ما ينفعوش للاهلي. يا كابتن مروان، هو انت اللي قال لك تدافع وقال لك تفسد هجمه؟ على راسي، بس ما قالكش لما تفسد الهجمه تسلم لزميلك، تسلم لقدام، ولا قال لك تشوط وتشلوح الكره بره؟ انت بتقوم بواجب دفاعي تمام، بس احنا عايزين بعد ما تقطع تطلع كرة قدام عشان نعمل هجمة. الكرة تيجي تحت رجلك تموت. كابتن طاهر محمد طاهر، اه... انت لعيب كويس بس انا مش عارف، انت مع الاهلي مش ظابط يعني. ماتش حلو والنهارده مضيع كتير والكرة تجيلك تبعد عنها يعني. واقف انت على خط التماس وبيبصيلك، انت بتبعد على الكرة متقرب. الماتش صعب بصراحة، الماتش صعب وبيراميدز مش عايز يقع. بيراميدز مش عايز يقع. كل التوفيق للأهلي والزمالك إن شاء الله، وإن شاء الله دوري قوي بأمرك يا رب.